انتوا تسموا ده ايه؟ انا عايزه مسمى للاتنين دول، الاختين دول اللي هو المعلمه والدكتور. انا عايزه مسمى يوصفهم، انا عايزه مسمى ليهم. بجد محتاجين يتضربوا مثلا من الامهات دي. انا شايفه كده، انا مش عارفه، ممكن تقولوا برضو رايكم، ممكن تقولوا رايكم للامتين دول، اسمها الام والام، يعني امين، معرفش، دماغي ساحت. عايزين نشوف الامين دول هيعملوا ايه، يعني من وجهة نظركم يتصرفوا ازاي؟ يعني يعملوا ايه؟ يضربوها ولا يشتكوها ولا يعملوا ايه؟ انا حاسه ان دي كارثه، كارثه بكل المقاييس. لا بصوا، المشكله دلوقتي يعني ملهاش حل غير ان احنا ناخد بعض كده ونشدهم من شعرهم، مفيش حل تاني. المشكله بتتلخص في ايه؟ واحده قريبتي يعني، بنتها في مدرسه، يعني اللي هي الحضانه يعني بتاعت المدرسه وكده. بعدين ايه، بنت جميله وعسل وقمر ومفيش اي حاجه. المعلمه بقى الجميله القدوه بتقول لمامتها: هي مامتها بنتك عندها مشكله كبيره ومش عارفه ايه، ولازم تشوفي لها حل بقى لا دي عايزه بقى ايه، اخصائي مش عارف ايه والكلام ده. فالام بتقول لها: ازاي يعني؟ انا مش ملاحظه حاجه او كده، بنتي عاديه يعني. وقعدت بقى تقول لها وتقنعها وكده، ومامتها بقى فضلت يعني تقول: طب هو فين المشكله؟ طب ايه؟ طب نعمل ايه؟ طب نسوي ايه؟ وتسأل وكده، وقالوا لها: لا مفيش حاجه، ده بنت عادية مش فيها أي حاجة يعني، ده حتى هادية يعني، مش مثلا عندها فرط حركة ولا الكلام ده خالص. هي دخلت لها من قصة تانية يعني كده. فقالت كل يوم بقى تقعد تشتكي لها. بعدين في الآخر قالت لها ايه؟ قالت لها: البنت دي محتاجة دكتور، لا أنا مش هينفع أتعامل معاها وكده ومش عارفة ايه. قالت لها: المفروض حضرتك يعني مربية فاضلة ومعلمة وكده، اللي انتي تقدري تتعاملي يعني وكده. قالت لها: طب خلاص انا هحللك الموضوع خالص عشان ما تشيليش هم، انا معايا الحل. قالت لها: ايه يا مس، محتاجة ايه الحل؟ قالت لها: الحل بمنتهى البساطة، توديها لدكتور وانا هرشح لك الدكتور ده. رشحت لها دكتورة فاضلة. بعدين الام بقى يعني حصل كده موقف يعني بقدر الله يعني. لقيت واحدة يعني معاها برضو في الفصل، ماما يعني معاها مامي برضو يعني، هي كانت لسه متعرفة عليا انا بالقدر برضو. لقيتها يعني معاها في نفس العيادة في نفس الوقت. فبعدين قابلتها وكده: ازيك ومش عارفه ايه وكده. طب انتوا ايه جايبكوا هنا؟ تقول لها: بنتي عندها مشكله ومش عارف ايه. المعلمه يعني اللي قالت لي وكده. تقول لها: ايه ده؟ انا المعلمه اللي قالت لي انا كمان ان بنتك عندها مشكله. معلش لو حد تاه مني احنا هنقول دلوقتي الموضوع، ممكن يكون حد برضو لقطها يعني. المهم فضلوا يتكلموا ومستغربين طبعا، هما الاتنين رايحين في نفس الوقت وفي نفس الدكتوره يعني وكده، ولنفس الدكتوره. الموضوع ما يضحكش اصلا. مش عارفه يعني، بضحك اللي هو حاجه وصلنا لها، حاجه مش حلوه، حاجه كارثه. المهم فضلوا يعني يتكلموا مستغربين وكده، رايحين لنفس الدكتوره في نفس الوقت والبنتين مع بعض وكده. وتقول لها: والله انا بنتي عادي مش فيها حاجه يعني، مش كنت ملاحظه مثلا حاجه او كده. ودي برضو تقول لها كده. بعدين نكتشف ايه بقى؟ يكتشفوا كده بالقدر، القدر المقدر، ان الدكتورة دي اخت الفاضلة مين؟ المعلمة. فهي بمنتهى البساطة يا جماعة، المشكلة هي عاملة ايه؟ سبوبة لاختها يعني على حساب ولاد الناس وفلوس ولاد الناس ونفسية ولاد الناس ايه تاني،
ووقت ولاد الناس، ما هو برضو بيروحوا بيضيعوا وقت وبيضيعوا مجهود وبيصرفوا فلوس وبيدفعوا فلوس للدكتورة، ونفسيتهم بتتعب، اللي هو بنتي عندها مشكلة او ابني عنده مشكلة، وكل ده بسبب ان هي تشغل ايه الفاضلة اختها. طيب انتوا تسموا ده ايه؟ انا عايزة مسمى للاتنين دول، الاختين دول اللي هو المعلمة والدكتور، انا عايزة مسمى يوصفهم. ده ايه؟ انا عايزة مسمى يسموا ايه، يتسموا ايه دول لما يبوظوا حياة اطفال صغيرة عشان الفلوس وعشان التجارة؟ يتسموا ايه لما تروح طبعا ممكن تقولك لا ده انا عايزة علاج معرفش ايه، لا ده محتاجة جلسات لازم طبعا تجيبيها باستمرار، وكل جلسة بكام، وكل جلسة بتتكلف وقت قد ايه ومجهود، والناس مش عندهم حاجة. هم اصلا يعني انا اعرف ان يعني الام هي اللي يعني هتلاحظ في عيالها حاجة فهتوديهم، فالام مش لاحظت ولا اي حاجة غريبة، يعني اي حاجة غريبة مريبة اهدي يا جماعة بيبقى يعني ملاحظة فبنشوف لها حل. لكن هم بيقولوا اللي خلاهم اصلا ان الناس دول ممكن يكون ربنا عمل كده، اللي هو خلاها تختار ناس ما عندهمش اصلا مشكلة عشان الموضوع ده يتكشف. انا حاسة ان القصة دي او يعني اللي حصل ده انا اول مرة اسمع عنه. انا مثلا سمعت عن مثلا كلنا بنسمع مش انا بس صيدليه فاتحه تحت دكتور مثلا، مش هي باينه انها تجاره اصلا وهو بيبعت له ناس والكلام ده، بس عادي يعني ماشيه ان احنا هنشتري الدواء، يعني هنشتري من مين؟ هنشتري من صيدليه ايه قريبه يعني. طيب سمعنا برضو عن مثلا محل مثلا اكل جنبيه محل عصير عشان برضو تاكل وتحلي، تاكل وتعصر الكلام ده ماشي، ممكن نعديها، يعني اللي هياكل وبعدين يشرب عصير، يعمل ايس كريم، ياكل يعني محليات والكلام ده، هقول لك ماشي عديها. لكن المعلم يودي لدكتور ياخد من ايده كده تحت ايده العيال ويوديها لدكتور نفسي ولا اللي هو السلوك والحاجات دي؟ ايه ده؟ المعلم ماشي كان بيودي دروس يعني يرشح حد يودي عنده دروس، يرشح نفسه يدي للناس دروس، لكن هيرشح حد تاني دكتور يكشف على العيال ويدخلهم حوارات نفسية وسلوكية ومعرفش عصبية والكلام ده؟ انا عايزة مسمى ليهم بجد، محتاجين يتضربوا مثلا من الامهات دي. انا شايفة كده، انا مش عارفة، ممكن تقولي برضو رأيكم، ممكن تقولوا رأيكم للأمتين دول، اسمها الأم والأم يعني أمين، معرفش دماغي سيحت.